السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا بنات. إن شاء الله النهاردة فيديو جميل جدا ولذيذ جدا للناس بقى اللي بتعشق البراويز وبتعشق الديكورات. تمام، ده كده أول حاجة معايا. إن شاء الله هوريكم كل حاجة. أنا يعتبر ده برواز زيت. أنا يعتبر جايبة كل حاجة لوحدها ومجمعاهم عند الراجل. تمام، يعني أنا جايبة الخشب وجايبة الرسمة اللي جوه. وهنشوف دلوقتي الجبلان التركي والجبلان المصري. جايبه الخشب والقماش منين وكل حاجه. طبعا انتي اصلا ده كده لوحده يعتبر الوحيد اللي انا شارياه على بعضه كده كان ب150 جنيه. ده لانه هو طبعا صغير. ده البرواز الوحيد اللي شارياه على بعضه، لكن الباقي اللي هنشوفه بعد كده هنشوف التفاصيل كلها مع بعض. ده كده حطي من مثلا ايدك زيت، شويه والصغير الفلفل ده الكمان زيت لان هما الروماتي. هيتحطوا في مكان واحد فيعتبروا شبه بعض. هنا العود مثلا ده خد 3 متر. العود كان عامل 150 جنيه غير الرسمه. تمام. والراجل خد على كل برواز يا بنات عمولة 100 جنيه. ده طبعا واجب يعني. فهو بصراحة ما شاء الله عليه شغله حلو جدا. شايفين انا مختارة بقى لكل برواز شكل مختلف من الخشب. شوفوا من بابا اي معلومه مميزه على حوار الخشب ده بقى. فهوريهولكوا بقى ده كمان كده شايفين ده، وهوريهولكوا على الحيطة برضو. ساعدك. التاني هستلك ده تحت اللي في انا الارض. وريته زيت، ده زيت وده زيت برضو يا بنات. ده الخشب بتاعه طبعا غالي. احنا شايفين التفاصيل عاملة ازاي، غني جدا يعني. شايفين الرسومات اللي فيه تعتبر يعني دورين خشب في بعض. ده برضو الخشب كان ب350 جنيه. برضو غير الرسمة، احسبي الرسمة برضو بمية خلاص. جنيه مثلا. على الأسعار دي نقول من استني تسع عشان شهور طبعا دلوقتي كل حاجة رفعت. هنا هنخش على الجبلان بقى، وعايزه اقول لكم ان الجبلان ده حاجه كده يعني وهم خطير تحفه. مدي الريسبشن طابع رهيب وده في حته تانية خالص. ده كده طبعا القماش غير الخشب. انا جايبه الخشب لوحده والقماش لوحده. القماش من العتبه يا بنات. مفيش اي حاجه عليها والخشب ده من كلود بيك. خلاص انت في خلاص اماكن اصلا كتير نص طبعا، ثانيه. بس دي الاماكن اللي انا اشتريت منها. طبعا الحقيقه غير التصوير نهائي. الحقيقه تحفه، انت بتخشي جواه بتحسي انه حقيقي خالص. بالنسبه للجبلان التركي اللي العدى ده كان جبلان تركي كان غالي، كانت القماشه عامله 150. تمام. ده بقى جبلان مصري، انا عاملاه ازرق شويه عشان هو لون الانتريه ازرق. ده جبلان مصري، القماشه كانت عامله 100 جنيه. الخشب بيختلف يا بنات، يعني الاسعار الخشب بتختلف. تحتيه طبقه فايبر. تحتيه طبقه فايبر عشان يديني النفخه اللي انتوا شايفينها دي. في ناس بتلزقه كده بتعمله عشوائي من غير طبقه الفايبر دي، لكن لا، طبقه الفايبر دي تحس ان شايفين جواه شكله اصلا، بصي تحسيه صوره من حقيقي. هنا. وعلى الواقع روعه بجد. فطبقه الفايبر اللي بقولك عليها دي بتديله فخامة غير عادية. بجد شكلهم حلو وبيدي يعني حياة كده مش للمكان اللي بتنزليهم بقى يا بتحطيه ماما؟ فيها. هنخش على تالت واحد جبلان برضو. ده جبلان مصري، ده يعتبر سيلفر. الإطار سيلفر والقماشة اللي جوه فضي برضو عشان الركنة فضي. فهي يعني يبقوا كلهم ماشيين مع بعض. شايفين البرواز عامل ازاي. الخشب برضو فخم جدا. الخشب بيتراوح سعره طبعا متر من 100 ل150 حسب الشكل اللي انت بتختاريه. وهبقى اوريلكم طبعا كل الكلام ده بعد ما نعلقه. ان شاء الله انتظروا فيديو قوي جدا جدا. ده برضو نفس الموضوع، النفخ ومن تحت طبقة فايبر هي اللي بتدي روح للبرواز حلوة جدا. ومن ورا طبعا بيبقى فيه جلاد والحبل معمول والراجل ركبهم لي ببعضهم. انا اديته كل حاجة وهو ركب الحاجة. بتختاري بقى على ذوقك. والتكلفة طبعا انت لو هتشتري اوضه برضه. جديد، هيقف عليكي ب1500. يعني في محلات بتبيع الجبلان التركي ده يا بنات ب1500، وفي بيبيعوا ب1000. فانت بتكملي 500 جنيه مثلا في البرواز. لا مش حاجة خالص بالنسبة لفخامته وشياكته والروح اللي بيعملها في المكان. ده بس كده برواز واحد هوريهولكوا، ده الوحيد بتاع الأوضة بتاعت البنات. فبصوا هو ده شكله حلو جدا في المكتبة بعد ما كنت احط قطعة 3 دي. هو بصراحة هو قطعة ديكورية جميلة جدا. وانتظروا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله، واتمنى تحطوا لايك وتدعموا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.